السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل بسكوت مورق مقرمش طعمه خطير، ولأي حد عنده بياض بيض مش عارف يعمل بيه ايه، فالوصفة دي هتبقى ليه. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. هبدأ ان انا انزل بياض البيض واضربه كويس قوي مع السكر لغاية ما يتكون عندي، يبقى شبه الكريمة بالظبط. اول ما البياض البيض ده كريمة او فوم تقيل كده، هبدأ انزل بقى ببقية المكونات بتاعتي من الزيت والبيكنج باودر وبشر الليمون مع النشا. هبدأ اخلطهم كويس قوي مع بعض زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدأ انزل بالدقيق شوية بشوية لغاية ما العجينة تتلم عندي، واعرف ان انا اشكل البسكوت بتاعي. شايفين انا ببدأ ان انا انزل الدقيق واحدة واحدة علشان البسكوت عندي ما ينشفش. انا عايزة العجينة بتلزق شوية بس يعني عارفة ان انا اشكلها عادي. شايفين انا هنا وقفت بقى المضرب وقعدت الم بالدقيق كده العجينة. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ العجينة بتلزق قوي، وببدأ ان انا احط الدقيق عشان اعرف ان انا المها، وفي نفس الوقت برضو منشفهاش قوي تبقى لسه بتلزق. شايفين وده كان شكل العجينة عندي. شايفين بتلزق ازاي؟ بس اهو هعرف ان انا افردها عادي واشكلها من غير اي مشاكل. هبدأ ان انا افردها، وهنا بقى لو انتوا عايزين البسكوت يبان فيه التوريق قوي فما تفردوش قوي، يعني سيبوا العجينة سميكة شوية. اما لو انتوا مش فارق معاكم ان هو يبقى باين قوي ان هو مورق، فعادي خالص افردوه زي ما انتوا عايزين، يعني دي راجعه لكم انتوا. كده كده هيبقى باين في البسكوت لما بيتكسر كده، هتشوفوا توريقة البسكوت عاملة ازاي. وبأي شكل بقى عندكم تقطعوا البسكوت ده. كان عندي القطاعة بتاعة الورد دي. شايفين بقى هبدأ ان انا اخد البسكوت ازاي بالراحة كده، هتلاقوه بيتشال، ولازم لو انتوا بتفردوه يبقى فيه رشة دقيق بسيطة تحت البسكوت. والاطراف اللي انا لميتها دي عادي خالص هلمها تاني قدامكم اهو. وانا ما عجنتش، انا مجرد ما انا لميتها بس، وهبدأ ان انا اقطع فيها، فردتها وقطعتها اهو بكل سهولة. هخلص بقى الكمية عندي، وهكون محضرة صفار بيضة، ولو مش عايزين صفار بيضة فممكن لبن، وتدهنوا الوش بتاع البسكوت. انا هنا كنت حاطه صفار بيضة على لبن على سنة فانيليا بسيطة. هدهنها وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 ورف اوسط. وده كان شكل البسكوت اول ما خرج. شايفين شكله لذيذ ازاي؟ ما كنتش مخلياه تخين قوي، فانا كنت يعني رفعاه شوية. شايفين بقى البسكوت من جوه عامل ازاي؟ هبدأ ان انا ازينه بقى بشوكولاتة سودا او بيضة عادي براحتكم، وممكن من غير اي زينة خالص بيبقى تحفة لوحده. وده كان عندي بعد ما زينته. شايفين بقى شكله من جوه عامل ازاي؟ مورق ومقرمش، وطعمه بجد خطير، ينفع جنب اي حاجة سخنة، جنب كوباية شاي بقى او قهوة. والف هنا، جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.